ازيكم طلاب اولى ثانوي؟ ان شاء الله نتكلم في الفيديو ده عن اهم الفروقات الفرديه اللي موجوده عندي في يونت 9. نسمي الله كده قبل ما نبدا الحصه بتاعتنا، ورقه وقلم جنبك علشان لو في حاجه سيادتك هتكتبها معايا في الحصه بتاعت النهارده. بسم الله. اول سلايد معايا يا اولاد هنتكلم على الفعل بورن او الفعل بير، زي ما انت شايف هنا ده التصريف الثالث بتاعه. قبل كده كنا اتفقنا اول ما تشوف بي اوتوماتيك سيادتك بتتكلم على verb to be، يا ام يا از يا ار يا اما was يا اما were، على حسب كنت بتتكلم في انهي زمن عندي. اولا بيقول لي ان انا معايا اربع حروف جر بتيجي مع be born، يا be born in، be born on، be born into، be born with. هنقول الامثال اللي موجوده معايا وبعد كده الم لك الدنيا معاك وجنبك ورقتك وجنبك قلمك وتكتب كل اللي انا هقوله. He was born in دمياط in 1993، بيقول لي اتولد في دمياط في 1993. He was born on 3rd March، اتولد يوم 3 مارس. He was born into a good family، اتولد جوه عيلة كويسة، في عيلته مش جواهم. He was born with heart problems، اتولد وعنده مشكلات في القلب. مستر انا مش فاهم حاجة، انت عايز تقول ايه؟ اولا born in بيجي بعدها المكان اللي انت اتولدت فيه او بيجي بعدها التاريخ اللي انت اتولدت فيه. born on لو هتستخدم التاريخ بتاعك كامل، يعني زي ما شفنا في المثال التاني اللي قدامك on 3rd March يوم 3 مارس، او هتتكلم عن اليوم اللي انت اتولدت فيه، اجي اقول لك I was born on Saturday، اتولدت يوم السبت. اتولدت يوم سبت عادي، ايه ازمتك؟ He was born into a good family، لما اجي اقول لك اتولد في عيله كذا، يعني عايز اقول لك الولد دوت العيله بتاعته كانت عيله مبسوطه، عيله فقيره، عيله غنيه، عيله كويسه، فبنستخدم حرف الجر into. ولكن with لما تيجي تتكلم، هي with اصلا عند اولاد في الانجليزي ساعات equals verb to have لديه. يعني في المثال الاخير بقول لك he was born with heart problems، اتولد وعنده مشكلات في القلب. يبقى تاني معلش يا معروف، كنت بتقول ايه؟ لا يا حبيبي، تاني دي تقوم مرجع الحته اللي انا قلتها دي تاني وتمسك القلم وتقول مش هنقعد نعيد ونزيد، احنا في فيديو ما احناش في الحصه، يعني كل حاجه متصوره قدامك. بطلوا كسل. ندخل على السلايد اللي بعدها. الجزء التاني اللي عايزين نتكلم فيه الفعل ورك. الفعل ورك من الافعال اللي بتعمل لسيادتك ازمه. انت مش حافظ غير كلمه ورك وذ او ورك فور، في الامتحان يقوم راصص لك رصه كده يلا ورك وذ، خلصنا مفيش اللي هي. مين ضحك عليك وقال لك الكلام ده؟ باشا في عندي حروف جر كتير بتيجي مع معظم الكلمات اللي عندي في الانجليش، بس سيادتك محتاج تبقى فاهم كل حرف جر لازمته ايه واستخدامه ايه. يعني النهارده رصص لك رصه كده زي ما انت شايف work as work for work in work on work with، مع 5 حروف جر موجودين، واكيد كل واحد من دول ليه استخدام مختلف وليه لازمه مختلفه. يعني هنا بيقول لك my father works as a teacher، باباي بيشتغل كمدرس. بيقول لي في حالة استخدام as بتجيب معاها الوظيفة، she works as an engineer، he works as a doctor، وهكذا. work for يعمل لدى أو يعمل لصالح. يعني لما أجي أقول لك هنا I work for a kind person، الشخص اللي أنا بشتغل عنده شخص كويس. work in بتحدد المجال اللي أنت بتشتغل فيه، يعني أقول لك I work in teaching، they work in medicine، بيشتغلوا في مجال الطب. work on معناها يعمل على، بيطور شيء معين. اجي اقول لك she's working on a new project، بتشتغل على نظام او مشروع جديد بتطور. وخد بالك كمان ممكن يشتغل على شيء بعينه فعلا حرفيا بشتغل على، يعني انا دلوقتي في الفيديو اللي انا بسجله لك ده I am working on my mobile، انا بشتغل على الموبايل بتاعي. I'm working on the computer on the laptop etc. ايه الامثال اللي انت هتقولها؟ طبعا اللي انتوا سامعينه دوت يا اولاد ده ايه الاونلاين في مصر، الراجل بيبيع بين الثلاثة ب10، الله اكبر ربنا يسامحه يا رب. شكرا يا حاج مش عايزين. work with زي ما انت شايف معناها يعمل مع. اجي اقول لك مثلا she likes kids، بتحب الاطفال، and she works with kids، وبتشتغل مع الاطفال. مش بتشتغل معاهم، مش بتشتغل عندهم. طريقه التعامل يعني انا مثلا I work with kids، عندي مثلا شويه اطفال الله اكبر من سن 16 لسن 18 سنه، حاجه اللهم صل على النبي عظمه. تاني معروف اللي انت قلته work as work for work in work on work with. لا تاني ايه، ما احنا لسه متفقين، لقيت نفسك عايز تعيد المعلومه تاني، رجع الفيديو بتاعك من الاول. يلا الجزء اللي بعد كده والسلايد اللي بعد كده بنقول فيها او الفعل allow. الفعل allow معناه عندي في الانجليزي يسمح،
الفعل allow اذا تلا مفعول به، سيادتك اوتوماتيك وانت شغال معاه بتحط معاه تو زائد الفعل في المصدر، زي المثال الاولاني اللي قدامك هنا بيقول لي my teacher allowed me to use the mobile، المدرس بتاعي سمح لي ان انا استخدم الموبايل. قول كمان مره، في حاله وجود مفعول مع الفعل allow بستخدم تو زائد الفعل في المصدر. ولكن مش دي التركايه اللي بتيجي في اللجنه ان هو ما يحطلكش مفعول مع الفعل allow. انا عمال ازعق بعلي صوت عشان اغطي على الراجل اللي بره ده، مش عارف هو باين بيعلي عليا بس تمام. My teacher allowed using the mobile، اللي انت كاتبه تحت ده اللي مكتوب عندك تحت في المثال التاني هنا ما كانش عندي مفعول به، ما كانش عندي ضمير، ففي الحاله دي سيادتك بتستخدم الفعل مضاف له اي ان جي. تركز لي في الجزئيه دي بالله عليك عشان التركيه دي مهمه قوي قوي قوي. الجزء ده اصلا يعني الفروقات الفرديه بتاعت الكلمات تعتبر من اهم الحاجات اللي عندي في الانجليزي. قول كمان مره معلش، دي هقولها مش هقول لك رجع الفيديو، يلا زي بعض. allow في حالة وجود مفعول بحط to زائد الفعل في المصدر، ولكن في حالة عدم وجود مفعول إذا تلاها الفعل بالبلدي كده سيادتك بتحط الفعل مضاف له ing. ندخل على الجزء اللي معايا بعد كده earn and make money. earn و make money. مش عايزك تقول لي ان money ما يجيش معايا غير الفعل earn، لأن الموضوع ده مش صح بنسبة 100%. earn معناها يكسب أولا. كلنا ولاد في الفترة الحالية بنشتغل، انت كطالب حتى ممكن فترة الصيف باباك مامتك نشتغل علشان نكسب فلوس، مش نعمل فلوس، نكسب فلوس نقضي بيها المصاريف بتاعتنا. يعني لو انا الشغل بتاعي بشتغل او شغلانه بشتغلها وبكسب منها فلوس، فساعتها بقدر ان انا اقول لك earn money. يقول لك I teach to earn money، بدرس عشان اجيب فلوس اصرف منها. اجي اقول لك he works to earn money، بيشتغل عشان يكسب فلوس. يعني في المثال اللي هنا بقول لك we all work to earn money، او ساعات بقى ما يحطلكش كلمة money ويحط لك كلمة living. كلمة living يا ولاد اللي هي معناها معيشتنا، يعني بنشتغل علشان نجيب مصاريف المعيشة بتاعتنا. بس في بقى عندك make money، والحتة دي مهمة قوي 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 قوي. امتى make money؟ لما تحب تعمل فلوس زيادة عن اللزوم، مش على قد مصاريفك، لا لا، ده انا بجيب مصاريفي وبحوش فلوس علشان اجيب الرفاهيات بتاعتي وكمان عين منها. يعني مش بس الفلوس اللي انا بجيبها بقضي منها مصاريفي، لا. يعني اقول لك هنا he traveled to the Gulf to make some money. Gulf اللي هي الخليج، دول الخليج. سافر الخليج علشان يعمل فلوس زيادة عن اللزوم، مش مجرد ان انا رايح اشتغل وهصرف اللي بجيبه، لا، ده انا هشتغل وهصرف من اللي بجيبه وعين كمان جزء منه. يبقى earn money بشتغل علشان اجيب فلوس اصرف منها، ولكن make money اللي هو ببدأ ان انا اعمل فلوس. حتى كان في عندي تعبير في الانجليش بيقول make a fortune. make a fortune اللي معناها يعمل ثروة، يبقى عنده وفرة من الفلوس. طيب الجزئيه دي مهمه جدا 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 جدا. بالمره كده تعال نقول شفوي كمان اللي عندك الفعل gain اللي كان معناها يكتسب. gain money، gain money غلط. ايه والله العظيم غلط، مفيش حاجه اسمها gain money. gain معناها يكتسب، بتيجي مع خبره gain experience، بتيجي مع سمعه gain reputation، بتيجي مع اللهم صل على النبي، بتيجي مع وزن. اجي اقول لك I gained some weight، اكتسبت وزن، وهكذا. كمان بالمره الفعل وين اللي كان معناه يكسب، ممكن win money، يعني العاب اللوتري. ايه عارفين المسابقات بتاعت الفلوس، اتصل تكسب تمام. اجي اقول لك مثلا I made a call، انا عملت يا دوب مكالمه and I won $1 million، وكسبت مليون جنيه. يبقى اللي انا كنا بنقوله النهارده earn و make money. earn money بشتغل علشان اجيب فلوس، ولكن make money بجيب فلوس زياده عن الاحتياجات بتاعتي. بعد كده النهارده ولاد الفرق ما بين recognize and realize تعتبر من الافعال المهمه جدا جدا، ويلخبطهم شويه لكن والله العظيم سهلين. طيب recognize كان معناها يتعرف على، كلمه realize معناها يدرك. يعني ايه؟ انت اكيد جايبني يعني تقول لي realize و recognize ما واضحين. بص يا سيدي تعال نوضحهم بمثالين افضل بكتير. كنت بتكلم معاك في موضوع وبقول لك اللي انت عملته ده غلط وانا الصح وي فجأة كده بدأت أشوف حاجات اللي هو إيه ده، لأ صح، ده اللي كان بيعمله ده إيه الغلطة اللي أنا عملتها ده. فساعتها أدركت اللي أنا كنت فيه كنت على خطأ. فجأة أقول لك he realized he was mistaken، أدرك إن الموقف اللي كان بيعمله ده كان غلط. في يوم كنت عندي في حصة في السنتر مثلا، دخلت لقيت السكرتارية واقفين على الناس وورق محطوط والمستر قاعد في المكتب، هدوء تام. بيعملوا إيه؟ بيمتحنوا. ساعتها you realized that there was an exam، كان في امتحان. ولكن كلمة recognize معناها يتعرف على. واحد صاحبي مسافر بقاله 100 سنة، 110 120 حاجة زي كده يعني.
ايوه عادي يا جدعان، ايه مشكلتكم؟ يعني كان مسافر بقاله 100 سنه، ايه ازمتكم؟ فبعد ما جه من السفر بدات ان انا اقابله مع ايه ده، طبعا شكله اتغير. فاقول لك هنا I didn't recognize my friend، الاس دي زياده يا اولاد وانا بكتب، هو الكوريكشن عندي في الكيبورد. I didn't recognize my friend after he had arrived, he changed a lot. بيقول لي ده انا معرفت الصاحب، معرفت الصاحب ده لما جه من السفر لانه كان اتغير كتير جدا. يبقى recognize كان معناها يتعرف على، ولكن كلمة realize كان معناها يدرك، اللي ممكن تستبدلها ب understand اللي كان معناها يفهم. بعد كده في حصتي النهاردة أو في الجزء اللي معايا النهاردة contain include consist of اتشرحهم كتير، وكل لما يجي فرصة أشرحهم هشرحهم. contain معناها يحتوي على، احتواء، يحتوي على شيء. include معناها يشمل. consist of دي سهلة، يتكون من. يعني مثلا هبدأ بيها، مثلا اجي اقول لك our body consists of many cells and organs، بيتكون من العديد من الخلايا والعديد من الأجهزة الحيوية اللي موجودة في جسمك يعني، أو الأعضاء. طيب ايه contain ايه include، ايه الفرق ما بين الاتنين؟ بص يا سيدي، لو انت بتتكلم عن شيء جوه شيء فساعتها بقول لك contain. يعني مثلا جبت لك صندوق، فاكرين الفيلم بتاع العلبة دي فيها ايه؟ فيها فيل. تمام. كان ساعتها لما يحب يسأله هيقول له what does this box contain، العلبة دي فيها ايه؟ لأن الحاجة موجودة جواها. الأكل بتاعنا بيحتوي على فيتامينز، كربوهيدرات، ساعتها برضه هتقول لي contain. ولكن include معناها يشمل. حد جاي يشتغل معايا في السنتر، طب بقول لك ايه يا مستر، عايزين نعرف الشغل بتاعك ده ايه؟ يعني مجرد تصحيح، مجرد كتابة، هنعمل ايه في الشغل ده؟ فقلت لا 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 لا، الشغل ده includes typing exams، typing notes for the lessons، بتكتب لي كمان حاجات للحصص، كمان بتبدأ ان انت تاخد بالك من الطلبة، كمان بتبدأ تاخد غياب وحضور، كمان ده ليلة كبيرة قوي والله، الناس دي بتتعب. ماشي. فكونتين وانكلود، كونتين كان معناها يحتوي على، ولكن انكلود كان معناها يشمل او يتضمن، زي مثلا في المثال التاني هنا، او سوري في المثال الاولاني هنا. ناخدهم بقى كلهم مع بعض. This box contains many gifts for our clever students، بيقول لك الصندوق ده جواه هدايا للطلبة الشاطرة. Our house consists of 3 floors، بيقول لك البيت بتاعنا بيتكون من 3 طوابق. في النهاية هنا قلت لك the breakfast includes beans، بيقول لك الفطار فيه يحتوي على فول. معنى الكلام ده ان في حاجات جانبية كمان مع الفول، ولكن جنب الحاجات دي في فول. اوكي، يعني اجي اقول لك ان الحصة النهاردة includes، الحصة النهاردة includes مثلا grammar and vocab مثلا فبنتكلم عن الحاجات اللي موجوده معاك في حصتك. فكونتين كان معناه يحتوي على، ولاد افتكروها بالكونتينر بتاع العربيه النقل، فتح تحط فيها الحاجات. فلو شيء جوه شيء فساعتها تقول لي كونتين، ولكن لو بتتكلم على شمول للشيء فساعتها بستخدم الفعل include. بعد كده heal and cure. heal معناها يشفي. يعني ايه يشفي؟ اللي هو بيخلي شيء يلتئم. ولكن كيور معناها يعالج، ما بتكلمش عن جروح. يعني مثلا لو انا عندي شويه برد مفيش حاجه هتلتئم، ولكن لو عندي جرح مثلا لا، ساعتها محتاج ان الشيء دوت يلتئم فبعمله هيلينج. يعني اجي اقول لك هنا this ointment will heal your cut، المرهم ده هيخلي الجرح بتاعك يلتئم. ولكن كيور معناها يعالج. this medicine cures flu، او this medicine will cure him of his flu. اللي انت كاتبه في المثال الاخير ده مش اخد بالي من حاجه. بص يا سيدي، بيقول لك الفعل كيور بالمناسبه ولاد، كيور ممكن نستخدمها كفيرب اند ناون، ممكن تستخدمها معناها علاج او يعالج. تمام. في المثال الاولاني بيقول لك this medicine cures flu، حطيت بعدها على طول مفعول به. ولكن في حاله وجود ضمير، انا اتكلمت هنا عن المرض، في المثال الثاني جبت على طول المرض. ولكن في حاله عندي ضمير عايز اقول لك هيشفي الشخص ده او هيشفي المفعول اللي انا هبدا احدده هنا، لازم يكون معاك حرف جر، وحرف الجر بتستخدمه بيكون of. This medicine will cure him of his flu، بيقول لك ان العلاج ده هيشفيه من الانفلونزا. تاني هيل معناها يلتئم، ولكن كيور كان معناها يشفي او يعالج. بعد كده اولاد بيقول لي educate، educated، uneducated، education. educate معناها يعلم، educated متعلم، uneducated غير متعلم،
education ده التعليم نفسه. تاني كمان مرة. educate يعلم. educated متعلم. uneducated غير متعلم. education كان معناها التعليم. اجي اقول لك هنا we should educate our children well. لازم ان احنا نربي ولادنا بطريقه كويسه. ايه ده؟ ما هي educate يا اولاد ممكن تيجي معناها يعلم ويربي. اصلا ما بتكلمش عن التعليم بتاعنا بس، حتى الوزاره بتاعتنا او الكليه اللي احنا اتخرجنا منها كانت the faculty of education. مش مجرد تعليم، ده هي كليه التربيه. ما هي التربيه تربيه قبل التعليم. خير خير. فeducate ممكن تستخدمها معناها يربي. فبقول لك we should educate our children well. لازم ان احنا نعلمهم ونربيهم، نديهم المبادئ الصح والمبادئ الغلط، وناخد بالنا منهم كويس، ونعرفهم ايه الصح ونعرفهم ايه الغلط، عشان الصح باين ان هو صح والغلط باين ان هو غلط. نكمل حصتنا. My father is an educated person. بابايا شخص متعلم. The present of the uneducated is decreasing. بيقول لي ان البريسنت بتاعت الاشخاص الغير متعلمه عماله تقل. The present of uneducated is decreasing. نسبه الاشخاص الغير متعلمه عماله الحمد لله تقل. Education is very important. التعليم طبعا مهم جدا. وحطيت لك كمان كلمه educational اللي كان معناها تعليمي، استخدامها كظرف. We should use educational aids to facilitate the process of education. بدأنا إن احنا نستخدم وسائل تعليمية لكي نسهل عملية التعليم. فكلمة facilitate اللي موجودة معاك ده هي يا أولاد معناها يسهل. Team, class, group, family, gang, crowd, youth, public and grow. مالهم دول؟ الترم اللي فات اولى ثانوي كان عندك يونت بيتكلم على الكاونتبل والنون كاونتبل ناونز، الاسماء المعدوده والاسماء الغير معدوده. الكلمات دي هي يا اولاد كلمات مهمه جدا. بيقول لي الكلمات دي تقدر تعملها ان هي كلمات معدوده وكلمات غير معدوده على حسب الميننج. هي نفس الكلمه، يعني المعنى بيتغيرش. يعني تيم هتفضل معناها فريق، مره تاخد از ومره تاخد ار وما عنديش ازمه. ازاي يعني؟ بيقول لي لو انت بتتعامل مع الكلمه دي كتوتال وان يونيتي واحده عاملها ان هي مفرده، ولكن لو بتتعامل معاها ان هي كاشخاص شخص فرد فساعتها بعملها ان هي اسم جمع. يعني بيقول لي هذه الكلمات تعمل مفرد او جمع على حسب المعنى المقصود، سواء واحده او اعضاء مجموعه. معروف انا مش فاهمك. بص يا سيدي، اقدر اقول لك الاهلي تيم از جريت، واقدر اقول لك كمان الاهلي تيم ار جريت. طب ثانيه، معروف ما السؤال ده زي ده لو جالي في اللجنه انا هعمل ايه؟ لو حط لي از وحط لي جنبيها ار هيحط لك كمان معاها is and are، فساعتها هختار is and are. طب افرض ما حطليش is and are. بص بقى يا سيدي، في حته مهمه قوي لو خيرك بين is او are بس. بيقول لك لو انت عارف الافراد بتوع المجموعه ده همت اتعامل معاهم ان هم افراد. يعني لو سالتك عدد لي كام لعيب من لعيب فريق الاهلي، غالبا مش اقل من 5 6 كلنا هنبقى عارفينهم يعني. فساعتها هتعامل ان فريق الاهلي ده هعامل معاه مش كواحده ولكن هتعامل معاه كافراد، فاقول لك ار. يعني مثلا كان في سؤال جه في ثانويه عامه قبل كده كان بيقول how is your family، فقال له my family not fine. my family not fine. طبعا اول حاجه تيجي في بالك از اللي فوق تنزل از. للاسف كانت الرد على سؤال زي ده my family are fine. وانا بسالك عن عيلتك انا ما كنتش عارف افراد عيلتك، فبتعامل عليهم كوان يونيتي، بتعامل معاهم كوحده فتعاملت معاهم از، ما اعرفهمش، افراد غير معلومه بالنسبه لي. ولكن سيادتك لو كنت بتتكلم عن عيلتك فحضرتك عارف افراد العيله اللي موجوده معاك، فحضرتك استخدمت في الحاله دي ار. فبيقول لي الكلمات دي تعامل ان هي مفرد وتعامل ان هي جمع، تاخد از صح تاخد ار صح، مفيش ادنى مشكله ولا في اي ازمه عندي مع مجموعات الكلمات دي. معايا بقى في الفعل ده قلت لك مليون مره مش عايزك طالب محفوظات. يعني ايه معروف مش عايزني طالب محفوظات؟ يعني بالبلدي مفيش حاجه اسمها شوف ارجو اطلع جري على فور، مفيش حاجه اسمها شوف ورك اطلع جري على وذ. لسه اعطي لك مع ورك 5 حروف جر حالا. ارجي بيجي معاها فور، بيجي معاها اجينست، بيجي معاها وذ على حسب المقصود من اللي انت بتقوله. ارجي طبعا معناه يجادل او يتجادل. تعال نبدا باخر واحده اللي هي انا مدرس انجليزي فببدا من الشمال، فاخر واحده بالنسبه لي تبقى اليمين اللي هي بتاعت وذ. ارجي وذ معناه يتجادل معه ويتناقش معه، ده في حاله وجود شخص. يعني اجي اقول لك don't argue with me
do just what I tell. اوعى تتجادل معايا، اي حاجه اقولها لك تعملها. لا، لازم نتجادل، لازم ما نرتاحش ابدا. ولكن argue for و argue against عايزهم لان مهمين قوي. لو انا ولاد مناصر لشيء او بدافع عنه فساعتها بستخدم argue for. ولكن لو انا ضد شيء ومش قابل للشيء ده فبقول لك argue against. يعني my brother always argues for his rights، بيقول لك اخويا دايما بيطالب بحقوقه، يعني عايز الحقوق بتاعته ده، فساعتها argue for. لو انا مناهض لقضيه، مش عارف مناهض دي يعني معاها ولا ضدها، مش عارف انا ليه استخدمت اللغه العربيه ولا كأني قلت حاجه ولاد. لو انا مع قضيه بستخدم argue for، ولكن لو انا ضد شيء بستخدم against. يعني بيقول لي هنا he argues against animal experiments، دايما ضد مبدأ عمل التجارب على الحيوانات. يبقى argue for، argue against، argue with مع اشخاص، argue for لو انت مناهض، لو برضو مصمم لو انت مع شيء، ولكن argue against لو انت كنت ضد شيء. بكده نكون خلصنا الفروقات الفردية اللي معاك في اليونت. بعد ما تخلص الفيديو ده سيادتك تسيب لي كومنت تحت بحضورك للحصة عشان هاخد منه الغاب والحضور، وهتلاقيني بعت لك الواجب بتاع سيادتك على الجروب بتاعك علشان هيتشاف بإذن الكريم المرة الجاية. ما تنساش تحط لي تعليق باسمك تحت في آخر الفيديو عشان أبقى عارف إن سيادتك حضرت الحصة دي، لأن دي حصتك اللي المفروض كنت تاخدها في السنتر. فحضرتك كده ما تلغلكش حصة، ولكن بدلا من انت خدتها معايا في السنتر خدنا الحصة بتاعتك اونلاين. اشوفكم الحصة الجاية ان شاء الله. اتمنى تكونوا الحصة كانت مبسطة شوية. اذا كنت طالب معايا في الدرس او ما كنتش معايا يعني you are welcome، اهلا وسهلا بيك. اتمنى الكل يكون استفاد. يلا يا باشا، سلام.